السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا في كل مكان، طلاب ثالثه اعدادي. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وحشين جدا. طبعا سعادتك عارف ان المستر مدلعك اخر دلع بقى. صورت لسعادتك الدرس الاول والثاني كلمات وعملت لك على الامتحان على فكره، وشرحت لك القواعد كلها بتاعه اليونت بافكار الامتحان بقى، مش اي حاجه، افكار الامتحان المهمه جدا. كل الحلقات دي هسيبها تحت في اول تعليق، روح اتفرج عليها. والنهارده ان شاء الله معانا الامتحان الشامل على الوحده الاولى كلها. قبل ما نبدا يا ابطال، يا ريت لايك كومنت كويس، خلي الحلقه تنتشر عشان ان شاء الله انزلك حلقات كتير باذن الله زي طلاب اولى ثانوي كده وثانيه ثانوي ان شاء الله. يلا بينا دلوقتي نحل الامتحان مع بعض. يلا بينا نيجي دلوقتي يا ابطال مع بعض مع الامتحان المهم جدا جدا معانا النهارده في يونت 1. ركز معايا كويس بالله عليك، لان الامتحان ده عايز ناس رايقه، مش عايز اي حد كده. ركز بقى معايا. طيب اول حاجه يا ابطال يونت 1، وطبعا الامتحان ده من كتاب العمالقه. بص بقى معايا المحادثه يا مستر، بتقول لي هنا منى وساره are talking about how to be good in life، يعني هما الاثنين بيتكلموا ازاي يكونوا جيدين في الحياه. مستر مش الكلام ده احنا خدناه مع بعض في يونت 1 في الوحده الاولى يعني؟ ايوه يا شباب، اللي هو يعني سيلف ديسكفري، اكتشاف الذات بقى، سيلف ستيم، تقدير الذات، ازاي يا مستر اكون كونفيدنت، ازاي اكون واثق من نفسي. هو الرغي ده هو ده يا شباب. فركز بقى معايا لان المحادثه دي ما خدتهاش خالص قبل كده، لا في اولى اعدادي ولا ثانيه ولا ثالثه، حتى طلاب ثالثه السنه اللي فاتت مفيش الكلام ده. بص بقى، منى بتقول للبنت ساره هاي منال. ايه الهبل ده؟ هاي منى. معلش يا شباب في حاجه غريبه، منى اللي بتقول هاي منى، يعني معلش اعذروني برضو في حاجه زي كده، معلش احنا اسفين يعني. هاي ساره، معلش يا شباب يعني عشان بس الناس تعرف قد ايه احنا بنتعب واحنا بنحل. طيب هاي ساره، ازيك يا ساره، عامله ايه؟ فسالت سؤال، قالت لها you need some important qualities to be good in life. انت محتاجه الصراحه يعني شويه qualities، يعني سمات او صفات عشان تكوني كويسه في الحياه. محتاجه شويه سمات جيده او مهمه عشان تكوني كويسه في الحياه. ايه ده؟ يبقى البنت منى دي قالت لها ايه؟ ممكن اقولها ازاي؟ لو انت عرفت تجيب الاجابه دي اكتبها تحت بالله عليك، لان انا عايز اشوف الناس السنه دي معانا ماشيه، الدنيا ماشيه ازاي معاهم، المنهج الجديد ده صعب ولا سهل وهكذا. اكتب تحت كده. ممكن اكتب هنا مثلا، ممكن يا مستر اكتب هو انا ازاي اكون، او ايه الحاجات اللي انا محتاجاها عشان اكون كويسه في الحياه. دي ممكن تمشي صح. فممكن تكتبها ازاي يا مستر؟ ما تكتب. بصوا يا شباب، ممكن اكتب مثلا هنا what do I need to be good in life. هو انا معلش بس محتاج ايه عشان اكون كويس في الحياه؟ قالت لها you need some important qualities. انت عندك يعني محتاجه سمات مهمه، صفات مهمه عشان تكوني كويسه في الحياه. هل يا مستر المعنى ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي قوي، ايزي خالص يا شباب، الدنيا ماشيه. يبقى اي حاجه من كده، اي حاجه بالمعنى ده مشت معاك هي صح في الامتحان، ما تقلقش، صح عادي مفيش اي مشكله. بعد كده قالت لها سؤال، فقالت لها like being kind patient and confident، يعني زي كده بالظبط ان انت تكوني جيده، او يعني شبه طيبه وصبوره وعندك ثقه في نفسك، واثقه من نفسك. ايه ده؟ ممكن اقول لها ايه هنا؟ ممكن اقول مثلا طب معلش يعني هي ايه السمات دي اصلا؟ يعني ايه السمات اللي هتخليني كويسه في الحياه؟ مش انت قلت لي فوق ان انت محتاجه سمات كويسه عشان تكوني كويسه في الحياه؟ طب ايه هي السمات دي بقى؟ فتحت قالت لها زي يا بنتي انك تكوني طيبه وتكوني صبوره وتكوني واثقه من نفسك. الدنيا ماشيه ولا مش ماشيه؟ ماشيه يا مستر طبعا، ومفيش حاجه اعتقد ممكن تتكتب غير كده. لو انت عندك اجابه ثانيه اكتبها تحت في اول تعليق، وانا هتفرج على كل التعليقات بتاعتكم يا شباب تحديدا في الامتحان ده، لان الدنيا جديده، يعني منهج جديد والدنيا متغيره، فهشوف الناس بتعرف تحل الكلام ده ولا لا. طيب هقول يا مستر هنا في رقم 2 بقى ايه هي السمات اللي انا محتاجاها. بس انت قلت لي محتاجه سمات، طب ايه هي بقى السمات دي؟ اكتبها ازاي يا شباب؟ ممكن اكتب مثلا what qualities، يعني هي السمات do I need، أكمل to be عشان تدي معنى بس good in life. الدنيا مكعبلة شوية، يعني أقول مثلا إيه هي السمات اللي أنا محتاجاها بقى عشان أكون كويسة في الحياة؟ قالت لها like being kind patient and confident، تكوني طيبة واثقة من نفسك وصبورة. مستر ممكن اجابه ثانيه؟ في يا شباب اجابات ثانيه كتير على فكره ممكن تكتبها. بعد كده قال لي what does confident mean. طب معلش بس كده، هو كلمه confident دي معناها ايه؟ كلمه واثق دي هي معناها ايه الكلمه دي؟ دي بقى معانا في المنهج يا شباب. كلمه واثق من نفسه يا مستر معناها ايه بقى؟ لو انت عرفت التعريفات الديفينيشن والكلام ده، معناه ايه يا مستر كلمه واثق من نفسه؟ اللي هو يا شباب حد كده يعني متاكد من، ممكن مثلا اقول لك من قراراته، من سماته، حد كده اللي هو مش بيجي ويروح بالكلمه. يعني انا ممكن اكتب اي معنى كده يا مستر، يعني ممكن اكتب مثلا it means، الكلمه دي معناها ان حد مثلا متاكد من قراراته. تمشي صح في الامتحان عنب صح. والله يا مستر يعني تعني ان الشخص ده، او تعني يعني ان انت متاكد من سماتك، شخصياتك، كل ده صح في الامتحان.
طب ممكن اكتبها ازاي يا مستر؟ بصوا يا شباب، الناس طبعا اللي ما ذاكرتش الديفينيشنز التعريفات هتتعب في حاجه زي كده خلاص. اما انت لو ذاكرت الديفينيشن التعريف ده بتاع كلمه confident هتاخد منه كلمات فتظبط في دماغك على طول. طيب ما معنى كلمه confident؟ معناه ايه؟ البنت بتسال. اكتب يا مستر. بص بقى هنا هكتب يا شباب، ثانيه واحده كده اجيب القلم. هكتب it means being sure، تعني كونك متاكد. ممكن اكتب مثلا about your decisions، قراراتك. ممكن اكتب and qualities، وسماتك وصفاتك، تمشي برضه في الامتحان عادي مش مشكله. فدي اجابه مختصره. طيب is confidence important؟ هل الثقه بقى هنا ادينا سهله كده بقى خلاص. انا عارف انت هتحل بقى من رقم 4 ورقم 5، والله عارف انت هتحلها صح. is confidence important؟ هل الثقه مهمه؟ مستر شور، انت قلت لنا قبل كده السؤال بتاع هل ده اكتب يس او نو براحتي، بس ابص تحت الاول. ممكن يقول لك مثلا طيب انت بتقول لا ليه مثلا، فيبقى لا فوق. فهنا مش كاتب لي حاجه، ولكن الثقه يا شباب important مهمه، فاكتب شور، اكتب يس، اكتب اوف كورس زي ما علمتنا مستر. وسيب لك على فكره في حلقه فوق هتظهر دلوقتي لو انت عندك مشكله في موضوع المحادثه والكلام ده. طيب بعد كده قال له thank you for your advice، شكرا جدا على نصيحتك. مستر الراجل بيشكرني، هقول له ده هشتمه؟ هقول له سعادتك، او هقول يعني هنا you are welcome، يعني العفو يا شباب. حد بيقول لك thanks قول له you are welcome، يعني العفو. المحادثه دي يا مستر معلش مع احترام ليك يعني تديها كام كده من درجه صعوبتها؟ للامانه يا ابطال دي صعبه شويه، المحادثه دي صعبه. افكار المحادثه بتاعه الثقه بالنفس والكلام ده ما خدناش قبل كده خالص. انا اصلا عمري ما شرحتها خالص، انا الحمد لله من زمان في الموضوع ما شرحتش الكلام ده. اول سنه اشرحها السنه دي اللي هو موضوع السيلف ديسكفري بقى وسيلف ستيم والحوارات دي كلها. بس الموضوع يا شباب بيجي بالممارسه، اي حاجه تيجي بالممارسه يا مستر. وطبعا سعادتك عارف لو انت معانا على الابلكيشن في كل حصه بنحل الحاجات الواجب اللي بتيجي قدامنا، وبرده بنعمل امتحانات كل شهر. والامتحان خلي بالك الشهر اللي جاي ده هيكون على وحدتين 2 وفي جوائز ماليه محترمه جدا للناس اللي معانا على الابلكيشن بس مش اليوتيوب ممكن اعمل مثلا مسابقه ثانيه بس مش هتكون طبعا زي بتاعه الابلكيشن. لو سعادتك مش عارف يعني فانت ممكن تحجز معانا دلوقتي على الابلكيشن وتحضر معانا شهر 8 وشهر 9 وتاخد الامتحان ده على فكره وتمتحنه، ولو ان شاء الله حظك طلع كويس هتكسب معانا الجوائز الماليه دي. طيب نخش دلوقتي يا ابطال مع بعض على السؤال الثاني في الامتحان اللي هو بيكون املأ الفراغات اللي المستر برضه فرمه لطلابه السنين اللي فاتت والسنه دي برضه يا شباب. طيب نيجي دلوقتي يا ابطال مع بعض مع السؤال الثاني في الامتحان اللي اتفرم كتير قوي يا شباب السنه اللي فاتت. خلاص بقى عرفنا بقى مستر املأ الفراغات ده ازاي بيتحل. طيب بص بقى ركز معايا عشان اقول لك ان شاء الله ازاي ما تغلطش فيه خالص. عندنا دلوقتي يا مستر الراجل بيقول لي سما is a student in the third preparatory grade، سنه ثالثه اعدادي. ماشي يا مستر، بنت سما في ثالثه اعدادي. she's 14 years old، عندها 14 سنه. ماشي يا مستر ماشي. she is a كذا girl who loves learning، هي بنت ايه يا مستر؟ بتحب التعلم. بص يا شباب بنسبه كبيره قوي في الامتحان ان جاب لك حد شغوف بالتعلم او حاجه زي كده يبقى الواد ده كيوريوس على طول، فضولي على طول كده. يبقى البنت ده يا مستر لازم ياخد هنا يا شباب حاجه اسمها كيوريوس يعني فضولي. افرض بقى يا مستر ان هي طلعت غلط، يعني كيوريوس دي افرض في رقم 1 طلعت غلط في 60 داهيه، اروح اشوف رقم 2 لو هي محتاجه كلمه كيوريوس دي اجيبها في رقم 2، ابدل اجاباتي عادي ما يحصلش حاجه. ايوه كده امشي بالمنطق ده في الامتحان، اللي هو انت ما تاخدش اجابه خلاص مش مغيرها يا مستر، هي كلمته واحده، هي كلمه الرجاله واحده يا مستر. ايه الكلام ده؟ انت في امتحان يا ابني، غير يا ابني الاجابه بتاعتك، ايه المشكله؟ بس في الامتحان مش بعد ما تطلع، غير اجابتك عادي. يبقى انت لو خدت في رقم 1 كيوريوس وانت احتجتها في رقم 2 ما تغير يا ابني عادي، ايه المشكله يعني؟ طيب بعد كده يا ابطال قال هنا الراجل on her first day at school، في اول يوم ليها في المدرسه it was كذا، يعني اليوم ده كان كذا because the كذا wasn't green and some boys threw كذا on the ground. بالعقل كده الحاجه دي انت شفتها قبل كده على فكره. لو انت ساعتك قرات القصه بتاعتنا اللي معانا في ثالثه اعدادي بتاعت البنت زينه اللي هي شباب اول يوم لها في المدرسه وراحت المدرسه لقت العيال عماله ترمي اكياس اندومي وحاجات على الارض، وهي اساسا يعني كانت يعني زعلانه قوي من الموضوع ده واقترحت حاجات، هو النص ده شبهه بالظبط. فالموضوع بان قوي يعني. هقول في رقم 2 يا مستر ان اليوم ده كان محبط بالنسبه لها لاني لقيت الارض مش كويسه، لان العيال كانت عماله ترمي كيس اندومي اللي هي القمامه يعني على الارض. الموضوع بان قوي يا مستر يعني، والنص ده بيجي يعني بنسبه 90% من المنهج يا شباب، يعني النص ده في المنهج بس مش نفس الاسماء. هنا كاتب لي سما في المنهج زينه، ايه ده عادي خالص ولا يحصل اي حاجه، ومش نفسه قوي يا مستر، هو مش نفسه قوي، شبهه بنسبه 80%. فانت خليك صاحي بقى، احنا في اول السنه لسه تكون عارف الحوارات دي كلها. هيجيب لك نص في الامتحان انت خدته اصلا في الكتاب بس مغير لك شويه كلمات كده، مغير لك الاسماء مثلا، بيموه الراجل، ما احنا ماشي يا مستر احنا في السليم عادي ولا هيحصل اي حاجه. يبقى في رقم 2 يا شباب هقول it was depressing. هقول لك ليه مش هاخد
يعني depressed اللي قبلها، ما هقول لك دي دلوقتي ما تقلقش. طيب because the كذا wasn't green and some boys through كذا. والله يا مستر لان الارض الجاردن الحديقه بتاعت المدرسه wasn't green ما كانتش خضراء and some boys through كذا، وفي عيال رموا ايه التراش يا مستر، ايه التراش يا مستر اللي هي القمامه يعني. طيب في هنا ابطال بقى معلومه ب 59,000 جنيه او 61,000 يعني. بص بقى سعادتك، لا ده انا هجيب البتاع دي هنا كده عشان المعلومه دي بدرجه في الامتحان. بص سعادتك، هو انا مستر ليه ما خدتش ديبريسد اللي هي قبل كلمه ديبريسنج يعني؟ ما اخدها ولا حاجه، يعني الاثنين شبه بعض. شباب نصلي على النبي، الدرس ده اصلا كان مع طلاب ثالثه اعدادي السنه اللي فاتت، اللي هو يا مستر ايه الفرق ما بين الصفه اللي واخده اي دي والصفه اللي واخده اي ان جي؟ اصلا يعني الاثنين شبه بعض؟ لا مش شبه بعض ولا حاجه. بص بقى سعادتك، الصفه يا شباب اللي واخده اي ان جي دي بتكون السبب، الصفه اللي واخده اي ان جي دي بتكون السبب. طيب الصفه اللي واخده اي دي بتكون الحيوان او الانسان اللي حاسس، مش السبب، ده هو اللي حاسس. ما تقرب لنا الدنيا يا مستر كده، احنا الاثنين. تخيل سعادتك ان ده اسد، شايف ده؟ اعتبره يا عم اسد، واعتبر ايدي دي غزاله دلوقتي. الاسد ده يا شباب بيجري ورا الغزاله اللي هي المفروض تبقى في ايدي هنا، مش عارف بقى الناس هيحطها في المونتاج ولا مش عارف. فالمهم يعني ان ده يا شباب الاسد، يعني الاسد بيجري ورا الغزاله دي. الاسد هو السبب في الخوف صح ولا هو اللي حاسس؟ حاسس بالخوف ولا هو السبب؟ هو السبب. احط له اي ان جي يا مستر، اقول ان الاسد ده فرايتنينج اي ان جي لان هو السبب. طب الغزاله يا مستر اللي بتجري اللي هي المفروض تبقى في ايدك دلوقتي دي بقى احط لها اي دي لان هي اللي حاسه بالخوف، يبقى اقول فرايتند. الغزاله فرايتند والاسد فرايتنينج. اشمعنى يعني؟ هو السبب. طب الغزاله هي اللي حاسه، يبقى اي دي. يبقى الصفه سعادتك اللي بتاخد اي ان جي دي بتكون السبب. طيب الصفه يا مستر اللي بتاخد اي دي بتكون اللي حاسس بالخوف ده سواء حيوان او انسان. تعال معايا كده في المثال ده سعادتك بقى، احنا قلنا ات ووز كذا، اليوم ده اصل كلمه ات عايده على حاجه غير عاقل، يعني بنتكلم عن اليوم يعني. فاليوم ده هو السبب ولا هو اللي حاسس؟ هو اللي ديبريسنج، هو اليوم كان محبط جدا، عشان كده يا شباب خدنا الاي ان جي. طب قلنا بقى ان البنت، لو قلنا دلوقتي كده شي مكان كلمه ات هقول she was depressed، هي اللي كانت حاسه بالاحباط. فهنا خدنا الاي ان جي لان انا بتكلم عن اليوم، عشان كلمه ات دي بتشير لحاجه غير عاقل، بتكلم عن اليوم. اليوم كان محبط يعني اي ان جي هو السبب. طب البنت كانت depressed، لو كانت بتتكلم على البنت كنت خدت دي يا شباب اللي فيها اي دي. معلومه ب 90,000 جنيه غاليه وعلى درجه في الامتحان. اكتبها بقى وفهمها وعيد الفيديو 50,000 مره كده عشان تفهم الحته دي. طيب تعالى كده معايا بقى على القطعه بتاعت الفهم نحلها مع بعض برضه. يلا القطعه يا مستر بتقول لي يوسف is a student in the third preparatory grade ثالثه اعدادي. he's 14 years old and lives with his family in Alexandria. خلاص يا مستر عايش في اسكندريه عنده 14 سنه مع عيلته خلاص بقى. يوسف is a good boy with many nice qualities. عنده سمات كويسه الواد ده. طيب he is very confident، واثق جدا من نفسه. ممكن يسألك دلوقتي يقول لك الواد ده معلش بس ايه الصفات اللي عند الواد ده؟ ايه الصفات اللي عنده حلوه يعني؟ مستر الواد ده confident واثق من نفسه قوي. طيب he believes in himself and he's not afraid to speak in front of the class. الواد ده واثق من نفسه وبيتكلم قدام اي حد. he's also honest هيسألك عليها دلوقتي، لا اما عايز المرادف السينونيم لا اما عايز الانتونيم المضاد. الموضوع باين قوي يا شباب، يعني الدنيا سهله ايزي يا شباب. and always tells the truth، بيقول دايما الحقيقه، الواد ده مش بيكذب. So his friends and teachers trust him. صحابه ومدرسينه بيثقوا فيه. اشمعنى يعني؟ عشان هو امين يعني. عشان ممكن يسالك يقول لك معلش بس الواد ده الناس بتثق فيه ليه كده يعني؟ عشان هو honest الصراحه. تمام. يوسف is very curious، فضولي جدا الواد ده. He likes to ask questions and learn about new things. بيحب يتعلم، بيسال وبيحب يتعلم عن حاجات كتير. ما احنا قلنا بقى اي حاجه دل على التعلم ده يبقى الواد ده عنده شغف بالتعلم، يبقى curious فضولي. He enjoys trying new activities. بيحب يجرب أنشطة جديدة like cooking, painting and building small projects. والله الواد ده بيحب الطبخ والرسم وبيبني مشاريع صغيرة كده. تمام. Sometimes he makes mistakes. أحيانا بيعمل والله أخطاء، ماشي يا عم يعمل. But he learns from them. بس بصراحة بيتعلم من الأخطاء دي. طيب. Yusuf believes that being confident, honest and curious will help him become successful in the future. الواد ده يا شباب بيؤمن إن يكونه confident واثق من نفسه وامين وفضولي، ده هيساعده ان هو يكون ناجح في المستقبل. قطعه حلوه ورايقه قوي يا شباب ايزي. طيب تعالى كده حل معايا السؤال ده. هنا الراجل بيقول لي يوسف is very كذا he likes to ask questions and learn about new things. فضولي، والله الواد ده فضولي طالما هو بيتعلم يا مستر بيحب التعلم فضولي. شكرا. the antonym of honest. antonym يعني عكس كلمه honest، عكس honest واحد امين، عكسها dishonest. الوحيده هو القلم عامل كده ليه؟ ما عليه ده. طيب
What is the main idea of the passage؟ ايه يعني الفكره الرئيسيه يا شباب، او الفكره الرئيسيه من القطعه. انت ايه بيتكلم عن القطعه دي؟ يعني مستر القطعه دي بتتكلم عن الواد يوسف ده عيل واثق من نفسه وفضولي والناس بتحبه. ممكن اكتب مثلا ان يوسف ده is a confident boy. ممكن اكتب everyone likes him والناس كلها بتحبه خلاص والموضوع انتهى. صح، في الامتحان بتكلم عن الفكره دي، فكره يوسف ان هو واد واثق من نفسه. يعني القطعه كلها بتتكلم عموما عن ثقته بالنفس. طيب تمام، يعني ممكن اكتب مثلا يا شباب عادي خالص، ممكن اكتب هنا اغير بقى القلم ده. اول مثلا هنا يا شباب يوسف is a، ممكن اكتب حاجه clever boy. بص الحته دي who loves، عشان انا قراتها في النص دلوقتي اللي قبل ده، who loves learning، اللي هو بتحب التعلم مثلا. طب فين التعلم ده؟ ما هو فضولي، المفروض اللي بيحب التعلم فتمشي. يبقى يوسف is a clever boy who loves learning. بعد كده what good qualities does يوسف have؟ ايه الكواليتيز يا شباب؟ الكلمه دي احفظوها يا شباب، عيب عليكم. qualities يعني سمات، صفات الكويسه اللي الواد ده يعني عنده، يعني يمتلكها. مستر الواد ده عنده سمات كويسه الصراحه. طب ندور كده في القطعه، ممكن الاقي مثلا he is، هي راحت في اهي he is very confident، واثق من نفسه تمشي. هكتب هنا مستر اولا كده he is very confident. ثواني يا شباب، confident، شكرا يا مستر. and honest، وامين. امين دي سمات كويسه، ثقته بنفسه وهو امين يا شباب. طيب بعد كده in Yusuf's opinion how can he be successful in the future؟ الواد ده في رايه كده، في رايه هو، خلي بالك مش في رايك، في رايه هو ازاي ممكن يكون ناجح في المستقبل. نطلع القطعه نشوف يا مستر، اكيد هيكتب لنا يعني يوسف believes that being confident، اهي في اخر النص يا شباب. يوسف believes that being confident, honest and curious will help him become successful. خلاص يبقى انا اكتب يا مستر، ممكن اجيب الاجابه دي يا شباب. اكتب هنا مثلا، على فكره يا شباب انا ممكن ما اكتبش حاجه، ممكن اجيب كل ده. يوسف believes that being confident, honest and curious will help him become successful in the future. دي الاجابه الصح على فكره، بدل ما نكتب ونضيع 30 ثانيه على الكتابه. رقم 5 يا شباب. طيب بعد كده why do you think Yusuf's friends and teachers trust him؟ ليه سعادتك تثق، لماذا تعتقد يعني ان صحاب يوسف والمدرسين بتوعه بيثقوا فيه؟ المستر قال لي ان هو honest. والله اكتب يا شباب because he is an honest boy. تمشي صح في الامتحان مفيش اي مشكله. اكتبها لك، اكتبها لك. اكتب يا شباب مثلا because he is honest. ممكن اكتبها كده واريح دماغي. امال فين يا مستر اونست بوي؟ ما انت ما ينفعش تكتب اونست بوي كده، لازم ان اونست بوي، او تكتب الصفه لوحدها هيز اونست. شكرا، اتعشت يا مستر على كده وايزي يا شباب. طيب هنيجي دلوقتي، الكلام ده طبعا هتاخده لما تاخد بقى الارتكلز في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، تفهم الافكار دي. ليه ما كتبتش ان يعني هنا ومع انك قلتها؟ كل الكلام ده في سنه تعرفه. طيب نيجي دلوقتي ابطال مع بعض مع الاعلان عن الكورس بتاعنا اللي سعادتك يعني لو انت مش عارفه، اللي هو ممكن يوديك في المريخ لوحدك كده لو خدت الكورس طبعا وذاكرته كويس. الكورس ده يا مستر هسيب لك اعلان عنه وبعدين نرجع تاني مع بعض نحل بقى باقي الامتحان، الكلمات والقواعد. يلا بينا. ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معلش انا اسف ان انا قطعت عليكم الحلقه، ولكن في حاجه مهمه جدا جدا، سواء انت اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي، فلازم اقول لك الحاجه دي لانها مهمه جدا جدا، والصراحه حرام انها تتفوت. يا مستر الحاجه دي هنتكلم يا ابطال دلوقتي في دقيقه بالظبط بالنسبه للكورس التاسيسي القوي جدا جدا بتاعنا السنه دي يا شباب، لدفعه 2026 المنهج الجديد. الكورس بتاعنا يا ابطال جامد جدا جدا وقوي جدا، يشمل الحاجات اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. اول حاجه يا ابطال في الكورس بتاعنا، اول حصه يعني كانت المحادثه. بنحترف يا شباب مع بعض وبنتاسس كويس جدا جدا في المحادثه، على فكره مش تاسيس بس، لحد الاحتراف كمان. الحصه اللي بعد كده يا ابطال سؤال يملا الفراغات. السؤال ده مهم جدا على فكره السنه دي عشان تغيير المنهج والكلام ده، وثابت على فكره معانا برده. الحصه الثانيه فرمنا السؤال ده. الحصه اللي بعد كده يا ابطال قطعه الفهم، عرفنا كل الاسرار كلها بتاعه الامتحان والافكار الصعبه وكل حاجه. وعلى فكره في نهايه كل حصه يا شباب بنحل اسئله امتحانات جت قبل كده في المحافظات ثالثه اعدادي، خلي بالك. الحصه اللي بعد كده يا ابطال عرفنا ازاي بنكتب الباراجراف بالافكار كلها بتاعه الامتحان، سواء اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي، واسسنا الناس كويس جدا جدا في الحصه دي. اخر حصتين يا ابطال كانوا جرامر قواعد، يعني اسسنا الناس برده الاسئله المهمه جدا جدا لازم تكون عارفها وانت في اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي. الحصه اللي بعد كده الاخيره بتكون امتحان بقى. ساعتك بتخلص الست حصص دول وتخش الامتحان ده براحتك، على فكره ده اختياري، لو حابب بقى نبعت لك الامتحان ده بتحله. بعد ما بتحل الامتحان ده بتاخد شهاده تقدير فخمه جدا جدا اللي انت خلصت معانا الكورس ده. والكورس ده يا شباب طول السنه على فكره، مش مثلا شهر 8 ولا 9 ولا 10، لا طول السنه. فمستر معلش الكورس ده هيكون بكام يعني؟ سعر الكورس يا ابطال مفاجاه، وهقول دلوقتي على فكره على اليوتيوب 6 حصص بالمذكره، كل ده يا ابطال طول السنه ب 100 جنيه بس. ايه ده يا مستر؟ يعني انت دلوقتي لو كلمت رقم الواتس ده وقلت له انا
عايز الكورس التاسيسي بتاع مستر محمود 2026 هيديني المذكره ويديني الكورس كله ب 100 جنيه بس. ايوه يا شباب طول السنه على فكره. فسعادتك دلوقتي مستني كلم رقم لطفي دلوقتي هيقول لك كل التفاصيل ويبعت لك المذكره ويقول لك كل حاجه. هسيبك دلوقتي تكمل الحلقه بتاعتك وانا اسف ان انا قطعت عليك الحلقه. اتفضل. نيجي دلوقتي ابطال مع بعض مع الكلمات وساعتك عرفت ازاي هتاخد الكورس ده اللي هيوديك في حته ثانيه خالص خالص خالص. طيب بص بقى سعادتك، الراجل هنا في الكلمات بيقول لي people with كذا can recover quickly from problems. الناس ذو كذا، الناس اللي عندهم كذا دول ممكن يعني يتعافوا بسرعه من المشكلات، يعني يعدوا المشكلات بسرعه. الناس اللي هم عندهم غضب ولا resilience، عندهم يعني صمود، sadness، dishonesty، ايه الهبل ده؟ الناس اللي عندهم صمود يا مستر بيعافروا في الحياه. والقلم مش عارف ماله يا شباب، يعني تخين كده ليه يعني وانت بتعلم؟ مش عارف الصراحه. رقم 2 I feel very كذا before exams because of the pressure. بص الحته دي بقى، انا بحس بايه يا مستر؟ stressed، حاسس بالضغط. انت عارف بقى كلمه stress دي اخيرا اي دي ليه؟ لان انا باصف الشعور. الواد ده هو اللي حاسس يا شباب. ما ينفعش اي ان جي على فكره، ما ينفعش اي ان جي مع الصفه دي تحديدا. يعني في صفات كتير ما ينفعش نحط اي ان جي. ارجع كده 5 دقايق بالفيديو هتلاقيني قلت لك الصفه بتاخد اي ان جي والاسد والغزاله، بس في صفات مش بتاخد اي ان جي اساسا، يعني تاخدها في اولى ثانوي. طيب رقم 3 she was very strong yesterday. هي كانت قويه جدا امبارح. she showed great كذا when facing the difficult situation. البنت دي كانت قويه جدا. اظهرت لنا يا مستر الصراحه great strength، يعني قوه عظيمه جدا لما واجهت الموقف الصعب امبارح. تمام. 4 means how much someone or something is liked or admired by many people. التعريف ده رايق قوي يا شباب. الشخص اللي هو الناس بتحبه ومعجبه بيه ده معناه ان هو عنده شهره. كلمه اسمها popularity. popularity يعني شهره، شعبيه. فاكر انت بتلعب ببجي؟ شعبيه. قشطه. رقم 5 this necklace is كذا because it was made by hand and no one else has one like it. يعني الشيء ده يعني فريد من نوعه بقى، ما حدش عنده زيه يا مستر، معمول بالايد يعني، وما فيش حد عنده الشيء ده. يبقى الشيء ده يا شباب يونيك، فريد من نوعه. الكلمه دي كانت في اولى ثانوي السنه اللي فاتت، ولكن جابوها لكم في ثالثه اعدادي، يعني قشطه مفيش مشكله، وسهله على فكره يعني. رقم 6 honesty and kindness are important كذا that help us treat others with respect. الصدق يا مستر والطيبه are important ايه؟ يعني المفروض اقول يا شباب ان هم سمات كويسه او مبادئ كويسه تمشي. يبقى كلمه اسمها values. اخر واحده هي الاجابه الصح، مش طبعا characters شخصيات ولا دروس ولا seasons. values مبادئ او قيم، يعني مبادئ او قيم. طيب تعالى كده معايا على ايه الجرامر اللي هو انت غلطت فيه في الامتحان. حرام عليك، ده المستر فرم لك الجرامر ده، هتلاقي كل حاجه تحت في اول تعليق. طيب have you كذا been to أسوان؟ السؤال يا مستر، السؤال يا مستر اللي بيحتاج كلمه في النص ده اسمه ever. have you ever، have you ever، have you ever. طبعا ده في السؤال يا شباب. have you ever been، وده سؤال تجربه يا شباب. طيب they have lived in Cairo 2015. والله يا مستر انت قلت لنا ان they have lived ده مضارع تام، والسنه اللي معاها مضارع تام بتاخد سنس. شكرا يا مستر على الكلمه دي. شباب سنه وقبلها مضارع تام لازم سنس. تاني يا شباب، سنه وقبلها مضارع تام لازم سنس. معلش بقى لو انا شلت هاف دي كده ركبتها 6 الا تلت، الجمله دي صح. they lived in Cairo in 2015. صح. ليه؟ لان ده مش مضارع تام، ده ماضي بسيط وهو اللي صح على فكره. السنه اللي فيها مضارع تام تاخد سنس، السنه اللي ما فيهاش مضارع تام تاخد ان، اللي هي قدامك دي كده صح الجمله. بس الراجل هنا كاتب لي مضارع تام اهو they have lived، ده سنس في الامتحان. انا بقول لك بالتفاصيل عشان بعد كده مش هشرح بالتفاصيل يا شباب. هتلاقوني قلت كتير حاجات النهارده، بس بعد كده مش هنشرح بالتفاصيل دي، لا بنحل اكتر، فعشان كده مش هنقول تفاصيل كتير. انت بانيت على كده. طيب رقم 3 this mistake has كذا made before. طيب هذا الخطأ ده، عايز اقول يا شباب الخطأ ده ما اتعملش قبل كده، الخطأ ده لم يحدث قبل كده. ماشي يا مستر، يعني هنا عايز انفي يعني خصوصا يا ابطال ان كلمه بيفور دي بنسبه كبيره قوي بجيب مضارع تام. طبعا بجيب نيفر مع المضارع التام، لما كلمه بيفور الشيء ده لم يحدث قبل كده اجيب نيفر. فالفكره هنا ان انا مش هستخدم ايفر للاسف، هستخدم نيفر. بعد كده اجيب بين، والجمله دي على فكره مبنيه للمجهول. this mistake هذا الخطا ده مفعول يا شباب، هذا اهي ثم نيفر جبتها ثم بين ثم تصريف ثالث. بعد كده ابطال السؤال ده اللي هو اوجد الخطا، ده جديد يا شباب عندنا السنه دي برضو، اللي هو ما كانش في الاول قبل كده الصراحه.
They have visited the museum many times. هم زاروا الميوزيوم المتحف كتير قوي. ايه الغلط يا مستر؟ يا عم اهو باين قوي هو كاتب لي visit بس. لا انا عايز visited لان have يجي بعدها تصريف ثالث visited، او ممكن تكتب الجمله كلها، يعني تكتب have visit على بعضها، بس هو عايز visit بس على فكره، لان الخطا هنا في visit بس مش have. يبقى they have الخطا في visit خليها visited تصريف ثالث بس كده. ده الموضوع بتاع الكوركت ده او الميستيكس يعني. طيب رقم 2 we are knowing each other since primary school. ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ since اهي، طب انا شفت since. طيب ماشي، since ده المستر قال لي مضارع تام قبلها وفين المضارع التام؟ يبقى الخطا بقى يا مستر في are knowing. والفكره الجمله دي غلط، يعني حتى في الجرامر مفيش حاجه اسمها are knowing اصلا يعني. طيب يبقى we يا شباب اجيب مضارع تام we have known. حلو قوي، we have known each other. we have known اهو مضارع تام وسنس اهي، خلاص يبقى احنا في السليم قشطه. بعد كده ابطال عندنا بقى البيرسونال ايدنتيتي اللي هو الهويه الشخصيه. بصوا يا شباب الباراجراف ده مهم جدا جدا على فكره، اكتبوا عشان مهم. هتلاقيه في كتاب خارجي على فكره، دور عليه كده هتلاقيه عندك في الكتاب وذاكره واكتبه، واكتب باسلوبك انت، ما تحفظش اللي هو انا هحفظ زي الكتاب، دي بتاعتك انت ترجع لك، بس ما تعملش كده والله انا بقول لك ما تعملش كده. احفظ الكلمات الاساسيه واكتب يا سيدي براحتك والف براحتك، بس تكتب زمن كويس وتكتب حاجات كويسه وتكتب كلمات باينه اللي هو ايه. انت هتجيب لي في الموضوع ده سيلف ديسكفري، هتكتب كلمه اسمها سيلف ديسكفري، هتكتب كلمه كونفيدنت، هتكتب كلمه باك جراوند اللي هو يعني النشأه بتاعتي، هتكتب انت الحاجات اللي هو يعني الايدنتيتي يا ابن هويتك. هتقول له والله يا مستر انا كذا وجاي من نشأتي كذا، اللي هو الحاجات الموضوع العام ده. فانت لو قرات النص اللي في الكتاب هتفهم انا بقول لك ايه. اكتب الحاجات اللي هي الكلمات الجديده دي وانت بتكتب باراجراف، هتاخد الدرجات كلها، هتاخد الكام درجه، 7 درجات دول بس كده. اشوفكم ان شاء الله ابطال على خير على الابلكيشن الفتره اللي جايه. لو ساعدتك معانا يعني ان شاء الله، او لو انت مش عارف تيجي تكمل وتاخد الحاجات اللي فاتت وبعدين تكمل معانا ان شاء الله المنهج، او لو ساعدتك طبعا على اليوتيوب فاستناني ان شاء الله الفتره اللي جايه هنزل لك حاجات برده بالنسبه للوحده الثانيه، بس شويه كده ان شاء الله بعد ما نخلص الامتحانات بتاعتنا والجوائز والكلام ده اللي على الابلكيشن، وبعدين نرجع لك تاني على اليوتيوب باذن الله. اشوفكم ان شاء الله ابطال على خير، والانجليش يا شباب ايزي ما تخافش منه. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.